هنا بقى حطيت البصل، طبعا خلطة كمية محترمة كده وجميلة علشان للبصل. اعذروني بقى، قعدت اعيط من البصل بقى جامد قوي. ده اول حاجة للمحشي. هنقطع بصل كمية كبيرة، يعني مقطعة حجم، اكبر حجم في البصل كده كبير قوي قوي قوي. مقطعة يجي 7 كده، ماشي. بس بقعد اشوحها شوية وبعد كده انزل بالزيت. هنا بقى التتبيله بتاعت الفراخ، ماشي. حطيت هنا بصله وطماطم وشويه ميه على بقين لبن كده. جربوها وقولوا لي دي تتبيله الفراخ المشويه. حطيت ملح وفلفل، حطيت ملح وفلفل اسود و7 بهارات، وحطيت روزماري وزعتر. حطيت تاني البصل وتوم، نسيت اقول لكم التوم، معلقه توم كده حلوه، بصل ومعلقه توم وطماطم. والبهارات، البهارات ملح وفلفل اسود و7 بهارات وروزماري وزعتر، ماشي. الطريقه دي بامانه جربوها، احسن يعني احسن من اي فرخه مشويه انتوا كلتوها في حياتكم. انا عيالي بيعشقوا الفراخ المشويه مني. بس ديت انا هضربها عشان اطبل بيها الوراك عندي و وايه تاني. نكمل ونشوف اللي هيحصل. ننزل بالتتبيله. طبعا انا مسكت السكينه، قعدت ايه يعني نغستها كده كلها، فاهمين؟ بس وبسيب التتبيله دي قبل ما اخلص المحشي وقرب يستوي وهو على النار. بحطه عندي، مش بحطها في الفرن، بحطها في الايرفراير. اللي ما عندوش ايرفراير ممكن تحطيها في الفرن وتحطيها على الشبكه بتاعه الفرن. حطي تحتها صينيه ميه عشان ما تحرقش الفرن عندك. قشطه قشطه، قولي قشطه في الكومنت. انا بقى هنا حطيت الزيت ولسه خلاها تتحمر، يعني مش دلوقتي خالص، ماشي. وانا بحمر البصله فبكون هنا عامله شفشق الطماطم، ولسه عامل شفشق تاني، تمام. وهنا حاطه الميه بتاعه الكرنب اما تسخن، او حاطه الكرنب بس بحط شويه ملح بس وكمون. قشطه قشطه. حطيت الملح وادي الكمون عشان انا مش عارفه اجيب التوابل وانا بايدي ماسكه الموبايل واحط التوابل. قشطه قشطه. كده بقف جنب البصله الشويه دول عشان يديني الدرجه ديت، اللون ده. بصوا انا عايزه اللون ده يغمق شويه، وهنزل بشفشق الطماطم. انا طبعا هحط شفشقين، مش هحط 2، مش هحط 1 قصدي. وبسيب شويه عشان اعمل فيها برضو اكمل الطماطم عليها. بس كده اروح برضو اخلص بقيه الطماطم واحطها. طبعا اهي ديت نحط الشفشق التاني، بس نقلبها كده بقى وايه يدفع على النار. جبت الكرنب، جبنا الكرنب نفسي في المحشي. طبعا كل الورق ده بيترمي. بس كده هنا جنبينا نحطها دي كمان كده، نحطها دي كمان هوبا كده. يا نهار ابيض، الولايه بنت الكلب الغشاشه. بصوا عادي عادي ولا يهمني. نقطعها كده نشيل الورق خالص كده، مش مسامحاه بجد عشان حرام. مصممه على 35 جنيه، مش عايزه تنزل 100 جنيه. بس انا بقطعها من هنا. طبعا هي دي مدهوله اصلا، كل ده طينه، ماشي. فهي بمسك كده من فوق من عند دي كده، بمسكها كده واقطعها من جوه. طبعا انا معلقه الميه وفيها ملح وكمون زي ما قلت. مين نفسه في المحشي؟ انا كنت هتجنن على المحشي، عايزه اقول لكم ما عملتوش من ساعه الصيام بتاعنا. الصيام كنت عامله ايه في الصيام دي؟ عايزه حلو، ماشي. بكمل قطعها من جوه. بصوا بقطع اللي هي اللي جوه زي كده اهي. بقت دي اللي هي من جوه. لسه تاني، بس حاسه الورق قليل. بس هي انا اسيبها كده واروح احطها ايه في الحله. البطيخه بتاعتنا دي يا نهار ابيض. ادي الميه
طبعا انا مش عارفه اصور لكم وانا ماسكه بايدي وبصور بايدي، ربنا يستر لو كنت اتلسعت. بخليها الجنب ده كده شويه وبعد كده الجنب التاني شويه. تمام قشطه. ولو قشطه بس هنروح بقى نشيل دول كده على ده. عايزه اقطع التانيه، شايفين كده؟ يا رب يكون واضح. نقطع تاني. مين بيحب الكرنب اكتر ومين بيحب الفلفل والبتنجان والكوسه اكتر؟ انا بحب الاتنين بس الاكتر الكرنب، بيبقى خفيف كده. ماشي نقطعها كده. لازم تنزل السكينه كده لجوه بس. مش عارفه ايه يعني، مش عارفه مفيش اضاءه كويسه عادي. نلف برضو في نفس اللفه دي كده بس ايه، بصوا عشان اطلع دي عامله زي الدايره دي. خايفه التليفون يفصل مني. ماشي بس وهي اصلا ضمنانه ان شاء الله. بس لما تخلص ديت ونعمل دي بس. نروح نلم بقى الكركبه دي في كيس. ناخد الكيس الايه اللي احنا جبنا فيه نستخدمه للبصل. عايزه اقول لكم وانا صغيره كنت بحب اكل دي، بس دلوقتي يقولوا لي كلوها مش عارفه. كان شغل اطفال، كان شغل اطفال يا جدعان. مين ما عملش لايك؟ اللي مش يعمل لايك وما عملش كومنت مش هياكل معانا. الحاجات دي كمان كده خلاص. التوابل عايزه احطها في البرطمانات بتاعتها بس كده. لان الايه نضيف اول باول. انا بحب يا جماعه الدنيا تبقى عندي نضيفه اول باول بالذات في المحشي. خلينا كده عشان اعرف اغسل الفيديو. اروح اغسل الخضره. بصوا بقى هننقع الخضره شويه. عايزه اغسلها، بغسلها قبل ما اقطعها. كنت الاول بعمل كده ماشي، ونشيل الحاجات الصفرا اللي فيها. ماشي عايزه بس الخضره تغلي شويه. افتح النقاش بس. عايزه املى الحوض على الاخر واسيبها واحط عليهم شويه خل. واقوم ايه بعد كده بفتح ديت عشان لو معرفتش اصور معاكم. بفتح ديت بشيلها وبشيلها بنضفها كده من جوه واقعد اغسل بايدي بعد ما انقعها بشويه بخل. وانا ايه بقى الحاجات اللي هي عايزه تترمي زي الاصفر اللي فيها. بصوا في حاجات صفرا اهي دي تتنقع وتترمي. دي ما شاء الله حلوه خضرا. تمام دي هسيبها لحد ما الحاجه تتملي. بصوا هتتملي ماشي. نشوف التقليه ما شاء الله قربت تستوي. وهنا طبعا مش عارفه اقلب معاكم الكرنب علشان انا ممكن اتحرق. التقليه خلصت الدنيا تمام. هنحط بقى ايه ملح وكمون وفلفل اسود وكزبره وسبع بهارات. حطيت التوابل زي ما قلت لكم، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره والسبع بهارات بس كده. بصوا التسبيكه جميله. انا بعشق بقى التسبيكه اللي عامله زي كده. بصوا عايزه اقول لكم هنا الكاميرا بجد ظلمه لونها احمر قوي، بس بصوا لونها مش عارفه ليه عامل كده هنا ماشي. وهنا لسه الكرنب على النار وبقى اطلعه واحده واحده بالمسكه. قشطه قولوا قشطه. طلع بقى المحشي ايه الكرنب. بصوا انا طلعت حبه وبحطها في مصفى وتحتها صينيه كده عشان ما تبهدلش الدنيا عندي ماشي. طبعا انا حسيت ان دي استوت شويه برضو. بسم الله كده اخدها واقوم حطها هنا كده. تمام لو حسيتي ان هي لسه عايزه سوا تاني سيبيها. دي حاساها استوت نطلعها نحطها هنا كده بس كده لحد ما دول كمان يستووا شويه كده وهشيلهم عقبال ما دي كمان يصغنون القمر دي تتعمل. طبعا دي التينه والحاجات دي بتطلع في قلب الميه هنا. قشطه قشطه. نعمل الباذنجان واحنا واقفين كده عقبال ما الكرنب بيخلص. عايزه بس هعمل قدامكم كده كام واحده بس عشان ايه مش اروح من كواب رجليا.
عشان بعد عنكم الشوكه العظميه مع ظهري عامله الواجب وزياده قوي 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 قوي. ماشي، احط هنا كده. طبعا بقطعها وهقورها كويس. بعد ما بقورها بغسلها. استنوا اجيب طبق عشان بس نقطع مطولش الدنيا عندنا. ودي حاساها ايه ناشفه شويه، فبعمل فيها ايه، بقعد اعملها كده. تمام، بقعد اعملها كده لحد ما الاقيها طرت في ايدي. يا رب بس الفيديو يبقى كويس وحلو وظهر ليكم والدنيا تمام وعرفتوا الطريقه. الناس اللي عايزه تعرف طريقه المحشي، انا بعمل دي كده. بدخل في الاطراف بتاعه اسمها ايه، البتنجانه، الاطراف كلها، واقعد الف حوالينها داير كده. ماشي، دي الزق في دي، فاهمين ان دي الزقها في ديت. اول ما تنزل دي اقوم لازقه في دي، بس احس ان هي ايه خلاص وسعت، فاهمين. اقوم بقى عاملاها كده. سمي بسم الله في كل حاجه. نعملها كده. نعملها كده. اللي لسه متجوزين جديد طبعا مش هيعرفوا يعملوا حاجه، وفي ستات بيوت شاطره، وفي عرايس جديده بتبقى شاطره مش محتاجه حد يعلمها. فانا اختكم المتواضعه، لو مش عارفه تعملي حاجه تخشي تشوفي، مش شرط عند اي حد. بس كده. والمقور ده حلو. بصوا المقور ده نوع نضيف وحلو قوي قوي قوي، كنت واخداه هديه من الكنيسه. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه بجد. بس بجيب بحسس بايدي حاسه بيها وانا بعمل كده. انا حاسه الدنيا كده بقت الدنيا تمام. بس كده الدنيا بقت تمام عندي. بصوا يا دوب على الغسله اغسلها الدنيا تمام. قشطه قشطه، قولوا قشطه قشطه قشطه. واحده كمان. بعمل كده في اول طرف، وادي هنا وهنا كمان، واحده هنا واحده هنا، لحد ما امشيها دايره كده. ماشي، كل واحد ليه طريقه خاصه ان يقور المحشي. في ناس بتحط بقى وتقعد تقور كده من غير ما تعمل الحركه دي. انا بحب كده الصراحه، يعني أنا بحب انا اعمل الطريقه دي. بس فبتطلع بصوا عامله ازاي. بس اقعد بقى اقور براحتي، الدنيا عندي واسعه، بدل ما اخنق نفسي واعمل مره واحده، فاهمين. بس كده. قولوا لي انتوا بقى اكلتوا ايه النهارده، او هتعملوا ايه اكل النهارده. احنا هنعمل النهارده محشي وورد باذن الله. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات اكلتوا ايه، او لسه هتاكلوا ايه، او هتطبخوا ايه. قشطه قشطه. انا حاسه كده الدنيا تمام. تمام، انا بس ايه هروح اقعد وهكمل بقيه الفيديو. بس هعمل قدامكم برضو الكوسه، بس هعمل واحده عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. بقطع الكوسه من فوق كده، ودي بتتشال كده بكل سهوله. ماشي، الكوسه بقى بدخل لها مره واحده مش زي البتنجان. تمام، بدخل كده واقعد اقور كده بالراحه وبخلي بالي. تمام، بالذات الكوسه تخلي بالك وانت بتعمليها. ليه بقى؟ عشان ممكن لو اتخرمت خلاص شكرا مش تنفع معاكي. لو اتخرمت حاجه بسيطه ممكن تنفع، لكن لو اتعملت كده ولقيتيها نصين هتتحشي منين دي، خلاص ماتت الحزينه. عايزه اقول لكم بصوا بكب عرق. بس انت برضو خليكي حساسه كده وتحسي بايديكي ان الكوسه ايه بالراحه كده، بالراحه تحسها اللي هي انت عارفه المقوار بيظبط معاكي. انا بصوا كده حاسه كانت هتتقطم مني، فظبطت الدنيا معايا. انا بحس بايديا تمام. خلي بالك وانت بتقوري كده لتحت ممكن تخرم معاكي، زي ممكن تخرم معايا في دلوقتي. بس ان شاء الله خلي بالي عشان الموضوع ده حامي جدا. ماشي، اما انتوا جيتوا قلتوا لي، ما حدش قال لي يعني انتوا هتيجوا تقولوا لي هي كوسه ليه كبيره كده. بس طبعا دي بتتقطع زي ما قلت لكم، ودي بتتقطع اهي. ليه كوسه كده؟ احنا بنحبها عشان تاخد رز كتير، فاهمين. بصوا بقور اهي وبدات تتقور معايا. بس الدنيا كده عندي تمام. بس اجيب من تحت كده شويه. بس
بمسك بقى الكوسه. بصوا في ناس بتغسلها وتحطها كده، لا انا بحب اعملها الحركه دي كده، الطريقه دي كده. عايزه ايه، كنت اقطع الخضره، عايزه اقول لكم الوقت ضيق عندي جدا، بس في الاخر باخدهم اغسلهم. بصوا منظر الكوسه شيك. اروح اكمل عشان انا خلاص في تستوى تحت المروحه. غسلت الخضره كويس قوي وبقطعها ناعم زي ما انتوا شايفين كده، ناعم جدا. وبعد ما اخلص هنحطها في الحله. ادي الخضره، ننزل كده بيها واحده واحده. انا خايفه بس ايه عشان ماسكه بايد واحده. استنى كده بسم الله. نحط كده الخضره بالراحه. كلم يمين يا بابا، كلم. بس اروح ايه نشيل ده كده ونقلب الخضره. وبعد ما نقلبها اقوم نازله بالرز. حطيتها اهي في طبق وحطيت الخلطه والرز وكل حاجه والتوابل كده. بقى ايه نبتدي نحشي. بس نبتدي بقى نحشي. مفيش اسهل منه، يتعمل في وقت كتير ويتاكل في وقت قليل. خلي ايدك بس كده سريعه. زقي كده الرز. بس بتسيبي كده قد صبع صغير بس كده. والكوسه نفس الحكايه، بس طبعا انا هعمل كوسه قدامكم ماشي. لكن انا ما بعملش كوسه الاول، بعمل البتنجان كله الاول. بعمل كده، اعملها كده عشان تنزل، عشان دي مش هينفع ازق بايديا، ممكن هي اصلا ناشفه تتكسر ماشي. يا اما بصبعك الصغير كده تحطي كده، بالذات عند الكوسه بالراحه. بصي كده مفيش اسهل من كده. وقبل ما تعملي اي حاجه قولي بسم الله. بصي بقى سيبي ايدي كده بالراحه واقوم زقها. تخلي ايه المحشي كده نضيف. بس نحط ده، والفلفل انا مقطعاه كده وغسله كويس. بس وهنحط كده برضو، متعملوش على الاخره ان هو لسه هيستوي، ممكن يدلق كتير اوي في الحله. بس كده تمام. حطيت هنا مرقه دجاج، حطيت 3 مرق دجاج اهي على جنب، ومعلقه فلفل اسود ومعلقه كزبره وكمون و7 بهارات وشويه ملح. وهحط ميه علشان اعلق المحشي، عشان للاسف ما عنديش شوربه. لو عندك شوربه بتظبطيها وبتحطيها، يعني بتحققها زي ما انت عايزه وبتحطيها على المحشي. بس انا عشان ما عنديش، انا عامله التوابل ديت، عايزه اقول لكم بتبقى خطيره. هزودها بس ميه. هنا بقى حطيت الميه، بس حطيت ميه دافيه ماشي. وحطيت كمان معلقه صلصه. ننزل كده على المحشي بسم الله. انا مش عارفه عشان عماله اصور دي اتبهدلت عندي. بصوا عشان بصور انا عيرت المحشي ماشي. بصوا بقلب كده الحله الاقي الميه شايفاها، بس اغطيها ولا عليها النار. بس حطيت هنا، استنى بقى تكون النور. حطيت بقى الوراك اهي، بس اسيبها بقى تستوي خلاص على كده. ورقه كده نحط شويه رز كده حلوين، بس ونلفها كده كده كده. بقت صبع كده. انا بحب الصبع يبقى صغير مش كبير ماشي. نعمل واحد تاني. اخد ورقه كده احط كده. انا نسيت اقطع معاكم الكرنب ماشي. نلفها كده 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 بس كده. بقى الجمل والحلاوه. بصوا لسه برضه ايه، هنوطي عليه النار ونسيبه. هنحط بقى الكرنب ونفس الخلطه اللي انا عملتها معاكم اللي هي ديت هنحطها ماشي. بس ايه عشان ما تبهدلش الدنيا زي التانية هحطها. بس كده حطيت الشوربه اللي انا عاملاها ماشي. وعندي هنا صلصه فبمشي عليها. انا بقى بحب التركايه دي كده عليها قبل ما تستوي. طبعا مولعه النار ماشي، مش عايزه اكتر بس الصلصه. بس
بص على كده الجمال والروعه، يا لهوي ده انا هتجنن واكل منه صوابع. بصوا الجمال والروعه، تعالوا كلوا معانا. انا مش عارفه اكون. هو بص فاضل له حاجات بسيطه كده، ده بيبقبق كده، بس انا مش هينفع اقرب الكاميرا. بصوا والله العظيم الكاميرا بجد ظلمه الاكل، لونه احمر بطريقه مش عارفه اقول لكم ايه. بس تعالوا كلوا معانا يا احلى اجمل اخواتي في الدنيا. تعالوا يلا اتفضلوا كلوا معانا. وراكوا جمالها ما اتحرقتش، مش هي عشان محمره، ولكن بصوا بصوا ده حاتم بيحب ايه ياخد قطمه من هنا، هو كده ماشي بامانه. نفسي تشموا ريحتها عامله ازاي. بصوا طريه، انا بجد مش قادره اقاوم بجد. بصوا بقى الجمال والروعه. بصوا ورق الكروم. بصوا انا بجريكم عشان تيجوا تاكلوا، اتفضلوا بقى معانا. بصوا والوراك كوسه الفلفل. بصوا مش عارفه اتكلم البتنجان. بصوا انا عندي بيطلع الحاجه عندي مفلفله ليه، بحب ازود لها الرز عشان يبقى تديله حقه، هيديك حاجه جامده. بس ايه رايكم؟ يا لهوي شغل فاخر من الاخر. طبعا مينا ومريم مش موجودين، فانا هضطر ناكل لوحدي. تعالوا هنبقى استنونا فيديو تاني ناكل المحشي.